السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ هنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم ان الضربة التي لم تقتلك فانها زادت من قوتك، ولا شيء يجعلك عظيم الا ألم عظيم، فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. إن شاء الله بإذن الله. النهاردة إحنا زهقنا من الأكل بقى، عايزين نعمل حاجة حلوة. النهاردة هعمل لكم فطير بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا العجنة بتاعت الفطير أنا عجنت لكم الفطير المشلتت كذا مرة، بس بردك هعجنه قدامكم علشان اللي ما شافش يشوف، واللي ما اتفرجش على الحلقه بتاعه الفطير يتفرج. هنزل بشويه، انا عندي كميه الدقيق، حطي الكميه اللي انت عايزاها. عايزه تعملي نص كيلو، عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي الكميه اللي انت عايزاها براحتك خالص. هنزل بس بشويه ملح كده وشويه سكر، بس معلقه سكر كده. هقلبهم كويس جدا، والميه فتره بارده خالص، حتى ميه من الحنفيه. هقلب بس كويس اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله اهو. هبدأ بقى انزل بالمية كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بس انزلي واحدة واحدة علشان العجينة تبقى معاكي كويسة، يعني لا عايزينها طرية قوي ولا عايزينها ناشفة، عايزينها معتدلة. طبعا انا عملتها بس قلت اعملها تاني عشان النهارده هعمل لكم فطير بالعجوه من على البوتاجاز من فوق، سهل وبسيط جدا، والولاد بيحبوه. ينفع للفطار، ينفع للعشاء، وجبه جميله جدا جدا. هنزل كل مره واحده واحده بالميه، وبعدين هعجن بايدي. بس اشرب الاول الميه بالدقيق بطريقه سهله وبسيطه عليا وعليك ان شاء الله كده اهو. اهم حاجه بس في العجين ان يتعجن كويس جدا. طبعا انا قلت لك كذا مره لو عندك عجانه هتريحك جدا، مش هتخلي ايدك تتعب يعني. زي ما انتم شايفين بقى هبدا اعجن بايدي اهو كده. كده نحط كده اهو. وبعد ما اعجنه كويس جدا، طبعا هوريهولكوا لما يتعجن. بعد ما اعجنه لازم اهم حاجه عشان يطلع معاكي فطير ناجح وجميل جدا، لازم تسيبيه يرتاح على الاقل ساعه وترجعي تعمليه. هعجنه كويس جدا وارجع لكم علشان الفيديو ما يطولش عليكم. وزي ما انتم شايفين انا عجنتها كويس جدا. هبدأ بقى اكورها بسم الله اهو. انا عايزه كور صغيره كده قد البرتقانه الصغيره كده خالص اهو كده، واقوم جايبه زي ما انتم شايفين طبق فيه حبه زيت، واقوم عامله كده وهو الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، اي حد يعملها، مش عايزه فكاكه ولا عايزه فهلوه اهو كده. العجين عجناه بالميه وحبه سكر وشويه ملح اهو كده كده اهي. هكوره كله وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين اهو عملت 12 كوره. هسيبه يرتاح ساعه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده ارتاحت اهي. هبدأ بقى ان انا اعملها. معايا زبدة على سمنة بلدي كده مسيحاهم على بعض. هجيب الكورة كده اهو واقوم فرداها. حاولي وانتي بتفردي
الجناب وتسيبي في النص سميك شوية، علشان في النص هيتحط عليه العجوة. ممكن لو مش عايزة عجوة او مش بتحبي العجوة ممكن تحطي مربى عادي خالص، مربى فراولة، تين، اي حاجة. مربى التين حلوة قوي كده. هبدأ افرد الحروف واسيب اللي في النص زي ما قلت لكم اهو كده. كده اهو. وزي ما انتم شايفين ادي العجوه انا مطرياها باللبن وبالسمنه البلدي. هاخد زي ما انتم شايفين كده حته هحطها في النص اهو كده، واقوم عامله كده فرداها. اتفردت كده هجيب القطاعه بتاعت البيتزا او سكينه اهو كده كده اهو. طريقة سهلة وبسيطة جدا وحاجة حلوة. عايزة اقول لكم ان انا اصلا يعني هديها للولاد في المدرسة، حلوة قوي. هبدأ بقى اجيب كده بسم الله اهو كده، واقوم دهنة كده دهنة صغيرة خالص، واقوم جايبة كده اهو، واقوم دهنة دهنة صغيرة خالص، واقوم جايبة كده كمان اهو كده كده اهو. اهو طبعا الطاسة التيفال او الجرانيت على البوتاجاز بتسخن، لازم تكون سخنة، وتوطي النار وتحطيها كده اهو. انا عايزة بس اوريكم واحدة واحدة ازاي. وزي ما انتم شايفين انا لميتها على بعض، هبدأ كده بططها واحدة واحدة كده اهو، مش هفردها جامد اهو. زي ما قلتلك لو مش عايزة عجوة اعملي بالمربى كده. وزي ما انتم شايفين الطاسة عندي سخنة، هنزل كده اهو، هسيبها تشد شوية. اول ما تشد هبدأ احركها كده اهو كده، هخليها من الجانب علشان تسوي الاطراف بتاعة الفطيرة تستوى بردك. واقوم جايباها كده وعايزاها تشد بردك من الناحية اللي تحت. وعايزه اقولك فطيرة العجوة دي جميلة جدا جدا، ان شاء الله تجربيها هتعجبك قوي كده. تفضلي بقى تقلبي كده علشان تستوى كويس. فين كده خلاص اهي. هجيب بقى طبق التقديم اهو، شايفين احلى فطيرة. هجيب بقى الكريمة او القشطة اهو كده من فوق عليها، بتديها طعم رهيب، بتديها طعم فظيع، جميلة جدا جدا. يا رب تجربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. هبدأ بقى اقطعها، هقطعها بقى كده بسم الله اهو. فظيعة رهيبة جميلة جدا 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 اهو.
زي ما انتم شايفين رهيبة. هعمل لكم واحدة تاني على السريع. ادي السمنة وادي كورة الفطيرة، هفردها كده دوران زي ما قلت لكم. هفرد من الحروف واسيب النص سميكة شوية. بسم الله كده. وادي معلقة العجوة هحطها اهي في النص على الحتة السميكة وافردها كده. هبدأ بقى اقطع كده بسم الله اهو. ولو انتي عايزة تحطي سكر بودرة بس هي اوريدي محلية من العجوة كده، عايزة تحطي سكر بودرة حطي، بس هتبقى محلية قوي هي كده كفاية كده. هبدأ بقى اجيب الاحرف كده اهو، شوية سمنة كده جميلة وطعمها لذيذ جدا جدا. يبقى انا سايباها من تحت سميكة علشان الطبقات ديت تبقى بردك سميكة، ما تبقاش من ناحية رقيقة والناحية التانية سميكة اهي. هطبطب كده عليها بالراحة كده. هاخدها بقى زي ما انتم شايفين كده واحطها في الصينية، وزي ما انتم شايفين كده خلاص اهي. هقطعها بقى كده كده اهو. سخنة بس شوية اهو. طبق التقديم اهو، وهقوم نازله كده وعليها الكريمه او القشطه زي ما انتم شايفين. حاجه كده جميله جدا جدا اهو. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم وتجربوا الطريقه دي جميله جدا. انا عايزه ادوق، طبعا الدنيا باظت معايا خالص خالص خالص، بس مش مشكله، طبعا كله يهون عشان خاطر عيونكم. يا سلام. زي ما انتم شايفين ادي الفطيره جميله جدا. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم، تكون الحلقه خفيفه عليكم، واستنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم، التعليقات الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.